على نفس نسق الاضطرابات الجوية المتتالية اللي كتعرفها بلادنا منذ نهاية شهر نوفمبر 2025، يوم الأحد 21 دجنبر 2025 أي أول يوم في موسم الشتاء فلكيا أيكون بداية وصول تأثيرات منخفض جوي أطلسي بخصائص قطبية، أي هواء بارد وتساقطات ثلجية وغيث وفير مع احتمالية نزول تبروري في مناطق ذات ارتفاع منخفض. والتوقعات كالتالي: نبداو بالرياح وهبات الرياح، بحيث متوقع توصلنا هبات رياح بسرعة كتجاوز 50 كم في الساعة قبيل صلاة عصر يوم الأحد بين طنجة، الدار البيضاء، والماس، مكناس، فاس، وجل سلسلة الريف والأطلس المتوسط بين الحاجب وإفران والزايدة، وبين تازة، تامجيلت والميس مرموشة. أما الغيث فأول الجبهات اللي تعطينا سحب رعدية ممطرة غتبدا توصلنا مباشرة من بعد صلاة فجر يوم الأحد في طنجة، ومن بعد توغل وسط النهار باش توصل لجل المناطق اللي جات بين جديدة، الدار البيضاء، رباط، قنيطرة، العرائش، تطوان، كتامة، الحسيمة، الناظور، بركان، ووجدة، وبين بن قرير، خريبكا، بني ملالة، زيلال، خنيفرة، إفران، خميسات، وزان، مكناس، فاس، تونات، تازا، رباط الخير، وبولمان. وغادي تبقى الأجواء ماطرة إلى غاية مساء يوم الاثنين بشكل شبه مستمر، وتوصل حتى للشرق بين تورير، تقرسيب، وطاط الحاج، وكذلك بين ميدات، تونفيت، قصب التادلة، قلعة سراغنة، وحتى مراكش. متوقع تكون لحظات نزول غيث قوية اللي محتمل تسبب سيول مفاجئة بين تطوان، شفشاوان، جرف الملحة، قرية با محمد، مكناس، فاس، إفران، أزرو، صفرو، فالمرجو الانتباه. الثلوج ان شاء الله غتكون حاضره وبشكل كبير في الريف بين باب برد، الساكان، تارقيست، وبني عمارت، وكذلك في الاطلس المتوسط بين منتزه تازكا وبويبلان وجبل صغلا وتيشوكت وسلسله بوناصر، وبين بولمان، افران، وتيمحطيط، والاطلس الكبير الشرقي بين العياشي وايمنشيل، والاطلس الكبير الوسط في الجبال المحيطه بزاويه حنصار وسلسله مكون وصولا لتيزين تيشكا، وممكن بكميات اقل في منتزه تبقى. وهذا الشيء خصوصا من بعد صلاة مغرب يوم الأحد وإلى غاية صلاة عصر يوم الاثنين. البحر غادي يكون هايج بزاف بين طنجة وطرفاية، وعلو الموج متوقع يوصل ل5 أمتار. المرجو تعميم النشرة والتعامل مع التوقعات بجدية ويقظة، ونتمنى أن الواقع يكون أفضل من التوقعات. طبعا هذا والله أدرى وأعلم، وإلى جديد آخر، أستودعكم الله.